ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. وقبل اي كلام هنصلي على الرسول عليه الصلاة وافضل السلام. قصتنا النهاردة عن رغيف العيش اللي رجع لوحده، وبطل قصتنا النهاردة هو عم شعبان، الراجل الطيب الشهم. وعم شعبان كان ساكن في بيت صغير مع مراته وبناته التلاتة، وكانت عنده فرنة عيش بلدي على أول الحارة، بس كان بيعمل شوية عيش ايه تحفة، وكانت زباينه من كل مكان. وبرغم ان عيشه كان يجنن، بس كانت الفرن على قدها وهو كان على قد حاله. وكان عم شعبان عنده روتين يومي، يعني ينام من بعد صلاة العشاء على طول، ويصحى قبل الفجر ب3 ساعات علشان يتوضأ ويصلي ركعتين قيام ليل، وينزل الفرن بتاعته علشان يعجن ويخبز العيش قبل صلاة الفجر، علشان بعد صلاة الفجر الناس تيجي تلاقي عيشها. وكمان من الحاجات اللي بيعملها والناس حافظاها بيه ان لما بيجي يفتح باب الفرن كان بيقول يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم، وكان بيقول كمان رزقي ورزق الغلابة عليك يا رب. وبعد صلاة الفجر على طول كان بيجيله ولد اسمه أحمد عنده 13 سنة، كان بيساعد عم شعبان في الفرن العيش. بس الحقيقي إن كان عم شعبان هو اللي كان بيساعده، وكان بيشغله معاه وبيديله 100، برغم إن الفرنة كانت على قدها قوي. وعم شعبان كان بيساعد أحمد علشان أحمد هو اللي كان بيصرف على دراسته، وكان بيساعد أمه في مصاريف البيت علشان والده متوفي. وكان أحمد يروح الفرنة بعد صلاة الفجر على طول علشان يساعد عم شعبان في بيع وتوزيع العيش. وعم شعبان ما كانش بيقفل الفرن بتاعته إلا لما يخلص العيش اللي هو خبزه، وكانت بتيجي عليه أيام بيخلص العيش بدري وبيقفل بعد الظهر، وكانت في أيام تانية العيش بيقعد معاه وبيقفلش إلا بعد العصر. وفي كلتا الحالات كان دايما بيقول الحمد لله، وباع عيش أو ما باعش كان بيدي اليومية بتاعت أحمد كل يوم ليه. وفي يوم من الأيام بعد صلاة العصر عم شعبان لقى عنده عيش كتير جدا، ويعتبر ما باعش أقل حاجات قليلة أوي من العيش اللي خبزه. فقال لنفسه هو في ايه، أنا بقالي أسبوع أو أكتر أنا ما باعش كمية العيش اللي كنت ببيعها قبل كده، يلا الحمد لله رزقي على الله. فعم شعبان قال يروح يكيس العيش علشان ما ينشفش. وساعتها سمع خبط على باب الفرن، فقالها الحمد لله فرجت يا رب. فلقى واقف على باب الفرن ست كده في الأربعينات، بس باين على وشها الحزن والانكسار. فبص لها عم شعبان وقال لها أموري يا ست الكل. فالست بصت لعم شعبان وعينيها كلها دموع، وما كانتش قادرة تتكلم، وبالعافية نطقت وقالت له ممكن تديني رغيف عيش علشان أكل عيالي؟ فعم شعبان استغرب وقال لها رغيف عيش واحد؟ قالت له أيوة، أنا معيش فلوس وعيالي جعانين وأنا عايزة أكلهم وأنا معيش فلوس، فلو سمحت ممكن تديني رغيف أكل بيه عيالي؟ فعم شعبان سكت كده لحظة وقال لها انت عندك كام عيل؟ فقالت له عندي بنت وولد، البنت عندها 5 سنين والولد عنده 3 سنين. فعم شعبان استغرب وقال لها يعني انت وعيالك الاتنين وجوزك هتاكلوا رغيف واحد؟ فالست بكل انكسار وحزن قالت له للأسف أنا زوجي مسافر ومعرفش عنه أي حاجة من بعد ما سافر، على طول سافر من حوالي سنة، وأول 5 شهور كنت بعرف أخباره وبيبعت لي فلوس، بس بعد كده انقطعت أخباره وانقطع الفلوس ومعرفش عنه أي حاجة، وحتى أهله سافروا ومعرفش عنهم حاجة، وأنا يتيمة الأب والأم ومليش اخوات. فعم شعبان صعبت عليه قوي قصة الست دي، فقال لها طيب استني لحظة، ودخل جوه جاب لها 10 رغيفة وحطهم لها في شنطة، وكانت معاه حتى جبن قريش كانت فايدة منه من الفطار بتاعه، وراح ادهم لها. الست خدتهم وشكرته جدا، بس كانت مكسورة وزعلانة على نفسها. فعم شعبان جبر بخاطرها وقال لها ما تزعليش احنا اخوات، وطلب منها ان هي تعدي عليه كل يوم في نفس الوقت. وفضل كام يوم الوضع على حاله، عم شعبان ما بيبيعش عيش كتير، وكانت الست دي كل يوم تجيله وكان برضه بيديها عيش، لحد ما في يوم عم شعبان لقى حد بيسقف على ايده وبينده عليه، وكان بيقول يا راجل يا طيب اللي هنا، يعني ما يعرفش اسم عم شعبان. فعم شعبان كان يخلص صلاة العصر وراح يشوف مين اللي بينده عليه ده كده راجل كبارة وشكله غني باين على هدومه وعلى لبسه وعلى طريقته في الكلام. فعم شعبان قال له خير أمرني، عايز حاجة؟ فالراجل قال له ممكن تديني رغيف، أنا عايزة أدوق العيش بتاعك. فعم شعبان استغرب قال له انت عايز رغيف واحد؟ قال له انا عايز اخد رغيف واحد. فعم شعبان راح جاب له رغيف واداهوله. فالراجل قعد يشم في رغيف العيش ولا كأنه شم عيش قبل كده ولا دق عيش قبل كده. فالراجل بعد ما دق رغيف العيش سكت شوية كده وقال له
هو انت اللي بتخبز العيش ده؟ قال له اه انا اللي بخبز العيش ده. قال له يعني انت صاحب الفرن؟ قال له ايوه انا صاحب الفرن. فالراجل عرف اسم عم شعبان وقال له عارف يا عم شعبان، ريحة العيش بتاعتك دي رجعتني لأيام ستي، لأيام زمان قوي. وقال له ان بقالي سنين طويلة وزمن كتير قوي بروح بلاد كتيرة بس عمري ما شميت ولا دقت زي العيش بتاعك ده يا عم شعبان. والراجل كمان قال لي يا عم شعبان انا ما كنتش ماشي من الحارة بتاعتك، انا كنت ماشي من حارة تانية خالص، بس لما شميت ريحة العيش بتاعتك فضلت ماشي ورا ريحة العيش لغاية ما وصلتني لهنا. فعم شعبان ضحك وقال له ياه ريحة العيش بتاعتي هي اللي جابتك؟ معقولة ريحة العيش بتاعتي حلوة قوي كده؟ فالراجل قال له انت كنز يا عم شعبان، انت مش حاسس بقيمتك. فعم شعبان قال له يا عم ربنا يكرمك، وراح مديله رغيف تاني. والراجل جه يطلع فلوس علشان يديها لعم شعبان، عم شعبان مرضيش وقال له لا عيب عليك ده واجب علينا. فالراجل بعد كده خد بعضه ومشي. وبعد حوالي اسبوع جاله تاني الراجل السري دوت. فعم شعبان اول ما شافه رحب بيه وراح مديله رغيف عيش هديه. فالراجل ضحك وقال له علشان كرمك ده يا عم شعبان انا جاي لك علشان شغل. فطبعا عم شعبان دخلوه ضيفه. فالراجل قال له بص يا عم شعبان انا عندي سلسلة مطاعم، وطبعا اي اكل هيبقى عايز عيش، فانا عايزك تيجي تشتغل معايا، تيجي تخبز لي في المطعم بتاعي وهديك اللي انت عايزه. فسكت كده شوية عم شعبان فقال له بص يا باشا انا ما اقدرش ارفض لك طلب، بس انا فاتح الفرن هنا علشان اهلي وجيراني وحبايبي، والناس هنا خلاص اتعودت على العيش بتاعي وما يقدروش ياكلوا لقمة عيش من بره، فانا ما اقدرش اقفل الفرن علشان خاطر عيونهم، حتى لو كان شغل معاك هيبقى فيها رزق اكتر. فالراجل ابتسم كده وقال له علشان كده يا عم شعبان وعلشان كمان جدعنتك دي انا هعمل معاك صفقة حلوة جدا، هخليك شغال في الفرن بتاعتك عادي، وانا هجيب عمال من المطعم بتاعي يجي يشتغلوا معاك ويساعدوك علشان اخد منك واشتري منك العيش. ايه رأيك بقى في الفكرة دي؟ منها تأكل جيرانك وحبايبك ومنها تورد لي انا العيش. فعم شعبان قال له فكرة حلوة والله. فقال له بس بدل ما تجيب عمالك انا ممكن اشغل واساعد اهلي وجيراني هنا واخليهم يجي يشتغلوا معايا. فالراجل فرح جدا لفكرة عم شعبان ووافق على طلبه. فعم شعبان شغل شباب منطقته اللي كانوا عايزين شغل شغلهم فعلا معاه، وبدأ فعلا عم شعبان في الشغل مع الراجل الثري دوت. ومن ساعتها وعم شعبان كبر الفرن بتاعته وكان بيساعد الناس، حتى كمان الست اللي كانت بتيجي تاخد منه العيش كانت بتساعد في تغليف العيش لتوزيعه على المطاعم بتاعة الراجل السري. ومن يومها وربنا فتح على عم شعبان وعلى كل الناس اللي كانت شغالة معه وبتساعده. وكده خلصت قصتنا، بس درسنا المستفاد النهاردة من القصة ديت إن عمل الخير عمره ما بيضيع، وبالعكس بيجيلك أضعاف الخير اللي انت عملته. والقصة دي بتعلمنا إن احنا نعمل الخير وننساه، وأكيد في يوم من الأيام ربنا هيجازينا على فعل الخير ده أكتر مما نتوقع بكتير. وبكده خلصت قصتنا. لو عجبتك القصة دوس لايك، ولو عايزين تسمعوا قصص جديدة اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس على الكل علشان يجيلكم كل جديد. وإلى اللقاء.